يا مرحبا. 2 كيلو كهرباء في الحديدة قيمتها 400 ريال، بينما لو شليت ال 400 هذه ورحت لعدن بتشتري فيها 200 كيلو كهرباء. اليوم بنتكلم عن واحدة من أكبر السرقات العلنية التي حدثت بتاريخ اليمن، لذا فضلا تابعوا الفيديو هذا للأخير. خليكم معي. حياكم الله مرة ثانية. في البداية نتمنى ان احنا نحصل واحد يروح يقنع لنا مهدي المشاط، او خليكم انه هذا كوز بنطاقة ما يفهمش، يشيل يقنع محمد علي الحوثي او اللي اعلى منه السيد او اللي اعلى من السيد عبد الملك. نشتي واحد يروح يقنعهم انه ابناء الحديدة والله انهم يمنيين، لانه يا عزيزي مش منطقي اللي انتم تعملوا معنا. عشان تعرفوا انا ليش منفعل، انا اشتيكم تشوفوا معي هذه الفاتورة، وهي عادة حديثة بالمناسبة. هذا مواطن موجود في عدن، استهلك يا اعزائي 650 كيلو للتقريب، هو استهلك 648 تحديدا، ودفع للحكومة الشرعية هناك 6793 ريال قعيطي، اي ما يعادل 3.5 دولار مقابل 650 كيلو. بينما على الجانب الاخر عند المؤمنين الصادقين اللي اجاؤوا من اجل اسقاط القرعة، شوفوا السعر عندهم وتفاجئوا. اسمع الارقام. هذا المواطن التهامي استهلك 762 كيلو ودفع لهم 175,260 ريال، وهذه عادي فاتورة حديثة صدرت بتاريخ 2/7. مستوعب الفرق المهول؟ هناك مقابل 650 كيلو الرجال دفع 3.5 دولار، وهناك دفع مقابل 700 كيلو في الحديدة 320 دولار. يا رجل حتى السرقة تشتري لها أصول، السرقة مش كذا، النهب مش كذا. أنا أدفع لك 320 دولار مقابل كهرباء قيمة استهلاك شهر واحد. هل في موظف أساسا موظف حكومي في الحديدة يستلم هذا المبلغ؟ هل أنت أصلا تسلم مرتبات؟ نيجي نكلمك عن مرتبات تقول لي أمريكا وإسرائيل والعطوان وتطلع لي 1000 اسطوانة وتطلع تبكي وتقول لي السيد يتغدى زبادي. لكن الكهرباء اللي هي من فلوسي من حر مالي شي تحاسبني عليها بأضعاف قيمتها يا سارق. يا رجال إذا ما انتش خايف من رب العالمين ولا يهمك المواطنين، خاف على الكرسي. من وين للناس يدفعوا لكم هذه المبالغ؟ يعني أنا أشوف الكهرباء حقي وخارجة من أرضي ومن الشمس حق ربي وببلاش، ومن جيبي أنا دافع قيمتها مقدما، وش تدفعنا هذا المبلغ؟ بينما أشوف المحافظة اللي بيني وبينها مش داري كم كيلو متر، جنبي محافظة جنبي، ال 200 كيلو عندهم ما يطلعش حتى بدولار. أنت مستوعب الرقم اللي أنا أقول لك هو؟ الرجال مستهلك 650 كيلو، 650 كيلو كهرباء مشغل فيها المكيف ومتنعم هو وعياله ودافع 3 دولار ونص. رقم لا يذكر، يعني تقريبا 2000 كم بحق من حق صنعاء اعتقد 1500، وانت بنفس الاستهلاك بتدفعني 175 ألف ريال. يا رجل خاف الله، ما اقول لك لا خاف الله. يا رجل حتى في ألمانيا من أغلى دول العالم مش بهذا السعر، فلو أجيت تقارن ما بين قيمة الكهرباء في الحديدة وألمانيا بتشوف فارق مخيف لصالح الحديدة. هذا إذا ما قصناش طبعا فارق الداخل. هنا كم يستلم يورو وكم يدفع يورو للكهرباء، هنا ما يستلموش الناس، ما يستلموش. ثاني شيء أنا أشوف إنه سلطات صنعاء يتعاملوا مع أبناء الحديدة وكأنهم مواطنين درجة ثانية، وكأنه هذا نظام قائم على الفصل العنصري. لما تكون درجة الحرارة في الحديدة تصل إلى 50 درجة مئوية وأنت بيعني الكهرباء ب 250، يعني تقول لي موت، يعني تقول لي أنا ما أنا شايفك، رغم إنه الكهرباء أساساً اللي تسرق لأبناء الحديدة هي من أرضهم ونتيجة الميناء حقهم ومن مواردهم ومن جيوب الناس، إحنا دفعنا قيمتها مقدماً. ولا يخرج ليش واحد راسه مربع يقول لك أصلاً الكهرباء تطفى في عدن وأصلاً المواطنين هناك قد حرقوا التواير وأنت جالس تطبل للعدوان. يا تنح قدوا ببلاش قد طلعوا الميزان. أغلب الناس هناك ما يدفعوش أساساً فواتير، إضافة إلى فارق سعر الصرف. أنت فرحان اللي تقول لي الريال عندنا مستقر والدولار مش داري كيف؟ يا تنح أنا أفدى قلبك، لا يضحكوش عليك بفارق الصرف. واللي حاصل في الحديدة إنهم يسرقوك ويتصدقوا عليك من الفلوس اللي سرقوها منك وعادهم يعطوا لك الفتات. مهدي المشاط قرر إنه يعطي مكرمة لأبناء الحديدة، ومكرمة مشروطة، يعني تخفيض بتعرفة الكهرباء لمدة 3 أشهر فترة الصيف وبعدد استهلاك معين، لو تعديت هذا الاستهلاك بترجع للتعرفة الطبيعية. يا أخي قلت لك السرقة تشتيله فن. سلام الله على زمان أول، يعني كنا نقول عليه عبد الله صالح فاسد، سلام الله على فساد عليه عبد الله صالح.
الكهرباء في عهده هذه نفس التسعيرة اللي في عدن هي من أيام علي عبد الله صالح، وأنتم خرجتم عشان القرعة وعشان النظام الفاسد وعشان مش عارف إيش، وإحنا دخلنا الحمار الداخلي. لكن عشان نكون منصفين يا أخي خلينا نفهم الجماعة هذه إيش في داخل عقولهم، ليش يبيعوا لنا الكهرباء كذا غالية؟ ممكن تكون التكلفة عليهم غالية فعلا، يعني العدوان زي ما يقولوا والحصار والكلام. خلينا نشوف إيش الحقوق حقهم. زمان كانوا يقول لك إنه في حصار على ميناء الحديدة، وإنه المشتقات النفطية تدخل غالية، وإنه ما تكلفة النقل والتفريغ غالية جدا بسبب ما يتطلبوا التحالف من تصاريح والكلام هذا اللي نسمعه والاسطوانات المشروخة. طيب يا أعزائي، الآن في محطة أنشأوها لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، يعني من شمس ربي، لا عاد في عدوان ولا عاد في مازوت ولا عاد في غاز ولا عاد في من الاسطوانات حقكم. ورب العالمين حاشاه ما بيجي يقول لكم هاتوا قيمة الشمس، شمس مجانا، شمس ربي. طيب من اللي أنشأ هذه المحطة؟ هل هي مثلا بفلوس مستثمر يشتي عائد استثماري عنه ويشتي يسلخ الناس يستفيد؟ لا، اللي أنشأ هذه المحطة هو صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة، وهذا الصندوق أصلا من جيوب أبناء الحديدة ومن جيوب المواطنين ومن خيرات وموارد ميناء الحديدة. يا عزيزي أنت عارف إنه الحبة الماء اللي تشربها الماء الصحة يضيفوا على قيمتها مبلغ ويدخل لها داخل الصندوق. السيجارة اللي تشربها أيضا يضيفوا على قيمتها الأساسية مبلغ ويدخل الزيادة الفارقة الصندوق. كذلك على الإسمنت، على المشتقات النفطية، على الغاز، على الحبوب، على البر، على الدقيق، على كل ما تتخيلوا. ولو يقدروا إنه يبيعوا لك الهواء بزلط والله لا يبيعوه بزلط ويدخلوا داخل الصندوق. هذا الصندوق اللي يعتبر صندوق أسود ما حد داري كما الداخل وما حد داري كما الخارج. هذا الصندوق أنا سميته الصندوق الأسود، دخلوا مليارات وما حد داري فين دخلت وفين خرجت. اللي مستفيدين منه شلة قليلة من الصرف. إذن المحطة هذه أنشئت من فلوس المواطنين، فكان العقل والمنطق يقول الحكمة اليمانية تقول إنهم يلصوا الكهرباء لأبناء الحديدة ببلاش، هذه الفلوس حقهم والمحطة حقهم، ولا لو باع لك هي ببلاش والله العظيم إنه عادوا كسبان، وأنا أحلف بالله غير حانف، لأنه في عنده موارد ثانية بتغطي. أنت ما أنتش خسران قد الشمس حق ربي، أنت إيش اللي بتدفعه؟ مصاريف تشغيلية مثلا بتدفعها من الصندوق. وال20 ميجا وات اللي هي الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة قادرة على تخفيف معاناة أبناء الحديدة. لكن زي ما قلت لكم المؤمنين حقنا مستمتعين بتعذيب أبناء الحديدة وكأننا مواطنين درجة ثانية، إحنا عيال الشغالة ما إحنا يمنيين. هؤلاء لو كانوا يعتبرونا مواطنين يمنيين ما كانوش عملوا بنا كذا. درجة الحرارة في الحديدة تصل إلى 50 درجة مئوية، إحنا ننشوي داخل الحديدة، وهؤلاء يتاجروا بنا ويتاجروا بمعاناتنا. واللي قارق زيادة إنه الإعلام الحكومي حقهم يطلع يطبل للمنجزات الوهمية حقهم، يقول لك إنه أنشأنا محطة طاقة شمسية لخدمة المواطنين. هي اللي لقطة المواطنين، هي اللي سرقت المواطنين مش لخدمتهم، من فلوسهم تسرقوهم. لا، ويعايروا أبناء الجنوب ويعايروا عدن، يقول لك شوفتم المرتزقة وشفتم العدوان والاحتلال، كيف أبناء عدن يعانوا في ظل انقطاع الكهرباء. يا أخي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أنا عارف إنه الكهرباء تطفى في عدن، لكن قدوا بلاش قد طلعوا الميزان. ما فيش كهرباء في العالم ب7 ريال، 7 ريال قعيطي ما فيش دور. تخيل يا أعزائي إنه المسؤولين حقكم أنتم اللي موجودين في صنعاء اللي هو رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء قدهم يصرحوا يا غارة الله كفاية سرقة، كفاية نهب. هذا الكلام أنا ما جبتوش من كيسي عشان يجي يقول لك المرتزقة والعدوان، لأنه هذه اسطوانة مشروخة. كل من يعارض الفساد الموجود في صنعاء على طول قدوا مع العدوان، والآن الاسطوانة الجديدة إنه صهيوني. فهذه المذكرة الآن عشان لا نخرجش برا الموضوع صادرة من رئيس مجلس النواب، يقول فيها إنه الصندوق انحرف تماما عن المسار الذي أنشئ من أجله، وإنه الصندوق لا فيه شفافية لا في الإيرادات ولا في المصروفات، ولا بد من توفير الكهرباء بسعر عادل لأبناء الحديدة. هو طالب إنه قيمة الكهرباء تكون 100 ريال، مع إنه 100 ريال هذه كثيرة. أنت 100 ريال لما تبيع لي الكهرباء ب100 ريال أنت تبيعها بأضعاف قيمتها. الناس الآن ما يشتوش، هذا يقول لك نشتري نفس الكهرباء اللي موجودة في عدن ب7، قد يقول لك ب100 قبول، وهذه العادة مش مقتنعين فيها، عادوا يقول لك 100 قليل. 100 هذه لا حق الناس الطبقة الأشد فقرا المدعومة ب100. وهذه مذكرة ثانية من رئيس مجلس الوزراء حقكم الموجود داخل صنعاء، واللي يؤكد على كلام رئيس مجلس النواب اللي يقول إنه الصندوق هذا ينهب، الصندوق هذا ما حد عارف وين المصروفات حقه، وإنه خرج عن المسار الذي أنشئ من أجله.
فالمسؤولين حقكم يقول لكم كفاية سرقة. اللي يأكل باليدين يخنق يموت، عاد باقي معهم غير كذا. إذا صابرين اليوم عليكم ما بيصبروش أكثر من كذا. إلى الله المشتكى.